انا سميتي مالك، جالسه في السرجم ديال السبيطار وكنسترجع في الذكريات. كيفاش حتى وصلت لهذا الشيء؟ وكيفاش الوقت طار والايام مشات بسرعه؟ كيفاش حتى لقيت راسي في هذه الحاله؟ فاش كنت صغيره عمري فكرت بلا شي نهار غادي نوصل لهذا الشيء. انا انسانه طموحه وذكيه وزوينه، وكل شيء كان كيتنبأ لي بالحياه السعيده. كيفاش وصلت لهنا؟ غادي نبدا معكم من الاول. كيفاش كنت في دارنا باش تفهموا قصتي العجيبة اللي كلها أحداث. معكم ملك من ضواحي مدينة مراكش. الوالد ديالي عنده محلات ولاباس عليه ميسور الحال. ما كان خاصني في دارنا حتى شي خير، وكنت عايشة حياة الرفاهية. أنا جيت من أسرة محافظة. دارنا ما عندهم لا مع خروج ولا مع دخول ولا حتى الزيارات، ما عندهمش مع داكشي. ولكن بالمقابل كان الوالد ديالي موفر لينا كل شيء. نلبسو احسن لبس، ويدينا نتخيرو في اللي بغينا في السوق، ويشري لينا الذهب في المناسبات. المهم اللي بغيناها واي حاجه حلينا عليها فمنا كتكون. وانا كما قلت لكم كنت عايشه الرفاهيه، وعمر لي بلي صحاب لي شي نهار غادي توخر ليا بقلة الشي، ونحتاج في حياتي بزاف ديال الحوايج. مع العلم انني كبرت مفشه وما خاصني حتى شي خير. فاش درت 22 عام جا تقدم ليا واحد السيد من العائله، جا خطبني. ايوا انا لا دخول لا خروج، وزعما حسبتها بعقلي. قلت هذه هي الطريقه الوحيده باش غادي نتزوج ونخرج من الدار. شنو صحاب لك مالك؟ واش صحاب لك غادي تخرجي وتساراي وغادي يخليوك تبغي شي واحد وتزوجوا عن حب؟ ومع انا كنت رومانسيه بزاف، كنكتب القصص ونكتب الشعر وكنقرا الروايات، وعندي طاقه وعندي حيويه ونشاط، وباغيه ندير بزاف ديال الحاجات في حياتي. باغيه نحب ونتحب، وباغيه ندير داري، وهادشي كله باغيه نعيشو في الحلال ومع زوج المستقبل. وجاهد زوج المستقبل، وملي فكرت وافقت عليه. داز الحمد لله كلشي مزيان في الخطبه، وداز حتى العرس مزيان. وكان راجلي عنده واحد المشكل، كان ساكن في براكه فوق السطح، مصوبها ومقددها على قد الحال، ولكن هو من العائله وعارف المستوى اللي انا عايشه فيه، الدار الكبيره والمحلات د الوالد. كيفاش غندي هاد المرا ونسكنها في براكه؟ وحتى هو تبارك الله كان بخيرو، وكان برزقو الحمد لله ما نكذبوش، ما كان ناقصو حتى شي خير. ولكن في داك الوقت كان عايش في براكه بدا بها حياته. داكشي علاش من بعد ما شافني غنتقل هاد النقله هادي في المستوى المعيشي اللي كنت عايشه فيه البراكه، وعدنا وقال لينا غادي تصبروا عليا 3 شهور. 3 شهور بالحساب وغادي ننتقلوا لاحسن بارتمان وغادي نستقروا. ايوا طبعا هو من العائله ومعروف، يعني الوالد تاق فيه، والراجل عطانا الكلمه والراجل بكلمته. ايوا مشيت لداري وديت معايا النشاط ديالي والحيويه اللي فيا. ايوا انا قلت نيت تهنيت من الشقه ديال الدار. كانت الدار كبيره وكنت كنعيا عند الوالد، وراكم عارفين الشقه ما كيتسالاش في الدار الكبيره. هنا بعدا بريريكا على قد الحال، دغيا دغيا كنجمع، وكيبقى لي الوقت لراسي نقادد راسي ونلبس احسن ما عندي. هي فعلا غير براكه، ولكن المراه الحادقه والقاده كتردها جنه، هكذا ظنيت. وفعلا منين وصلت السكنه ما كنتش مخليه من جهدي فيها. ايوا صايبت وقاددت وزوقت ونمقت من هنا ومن لهيه، وصوبت الحاله شي شويه. اما راسي خلاص كنطلقه بالباس ونخرجو بالباس. ولكن هو صدق كاع ماشي من داك النوع، كاع ما كيفهم لهاد الشي. صراحه جاتني خيبه امل. ايوا قلت مع راسي الا ما كانش كيعرف نعرفولو، وانا ما كنستسلمش. وحنا عاد بدينا وانا مازال متحمسه. ايوا بدينا بالكلام الحلو. قال لي الا بغيتي تعلم لشي واحد معاك شي حاجه ديرها انت الاول. ايوا بحالي لا كتخوي الماء في الرمله، ما كيشوف ما كيتكلم. وليت كنقنط بقوه معيشه السكات والاهمال، ما عنده غرض حتى في شي حاجه. الا بغيت نشري شي حاجه ما كيبغيش. الرومانسيه والكلام الزوين عنده هو غير ضياع الوقت. حنا عرسان جداد ولكن ما كاين حوار، ما كاين ضحك، ما كاين موده، ما كاين رحمه. بديت نمل بحال اللي كتهضري مع الحجر.
صعيب يبقى طرف واحد في هاد العلاقة هو اللي باغي يهزها ويخلق فيها واحد الجو زوين، والطرف الاخر ما كاينش في هاد العالم. الحياة الزوجية خصها مشاركة، وانا كنت بحال الا عايشة بوحدي في العالم ديالي وهو كان في عالم اخر. السكنة اللي كنت كنقول ليه راه وعدتيني بها راه فات 3 شهور، كان كيقول لي وراه حتى هادي دار، مالك واش بغيتي ياك غير حنا غير بجوج بينا. ايوا صافي، هو رجع في كلمته وانا بقيت في ديك البراكه مقاتله معاها، لا هي بغات تقاد ولا هو بغى يفهمني. المهم منين فقدت الامل ومحاولاتي كلها بأت معاه بالفشل، بديت كنفكر في الدراري وبديت نقول يا ربي بالصبر رزقني الله غير بالوليدات يعمروا عليا ويونسوني، وداك الساعه نضحك ونلعب غير مع وليداتي، فرغ الطاقه ديالي فيهم وهو كاع لا يضحك ولا يهدر. صافي انا عييت، ديما تزقريم الطوبيشه ديالو، نضحك معاه يدور فيا ولا ضحكتو انا يهجرولي. نصب يا ربي غير شي وليدات وما نبقاش انا كاع نهضر معاه. ساعه داز العام الاول بلا وليدات، وجا الثاني وحتى هو داز هكاك بلا وليدات. بدا كيدخلني الشك وبديت كنتهوس، كيفاش عامين هادي ديال الزواج وانا باقا صغيره والوليدات ما جابش الله؟ واش كاين شي مشكل؟ يمكن الا كاين شي مشكل وانا ما عارفاش. ايوا قررت نمشي نشوف شي دكتور. ايوا مشيت عند واحد الدكتور مزيان ومعروف كلشي كيشكرو، هو دوز لي وغيفاجئني، قال لي عندي القرون مخنوقين وخاصهم يتسرحوا، خاص عمليه. ايوا الراجل ملي غادي يسمع العمليه ب7000 درهم غادي يقول لي داكشي غتخربيق، اش من قرون واش من، راه بغاو يضحكوا عليك باش تخلصي العمليه. والناس حتى هما كملوا عليا، بقاو كيقولوا لي وانتي مازال صغيره، واش انتي تزوجتي على 22 عام وعندك القرون مخنوقين؟ لا 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 لا، هذاك راه غير كيخربق، راه داك الطبيب ما كيعرف حتى شي حاجه. ايوا تصنت لراجلي وتصنت للناس وبقيت غير من طبيب لطبيب، كنبدل زعما ياك ما نسمع اراء اخرين. وهذا هو الخطا اللي درت. الطبيب اللي قال لي شي حاجه كنديرها، الا العمليه الوحيده اللي ما درتهاش. وبديت غير اللي وصف لي شي دواء نخلط ونشرب، شربت جميع انواع الدويات واستعملت كل شيء. ياك مع الله نولد والو. داز العام الاول، العام الثاني، العام الثالث، ما جابش الله الوليدات. داز العام الرابع والخامس والسادس ومازال ما جابش الله الوليدات. وشحال شربت وشحال من طبيب شفت، حتى الاطباء حيت كل واحد شنو كان كيقول لي زادوا دوخوني، ها اللي كيعطيني الدواء، ها اللي كيقول لي الهرمونات، كل واحد فيهم واش كيقول. جميع انواع الدويات شربتهم، الراجل خاصو الدراري وكلام الناس كتر، وراه خاصك تولدي، امالك وراه تعطلتي، راه دازت 6 سنين على الزواج، راه ضروري خصك تولدي. واش الراجل غيبقى صابر؟ بحال الا زعما انا اللي كنصنع الدراري، وانا دايره جهدي وربي اللي عالم، اللي سمعتها كنديرها. حتى مرضت بالمعده والمصران، راه 4 سنين وانا في الدوايات ماشي سهله. بديت غير كنشرب ونسحق، ايوا والو. ايوا وحصلت مع الدواء عاوتاني د المعده والمصران وزيد عليها الحريق، حتى وليت كنطيح في الطريق. انا لو كانوا قالوا لي شربي السم نشربو، هادشي كله غير باش نولد. ايوا بقيت هكاك حتى لواحد النهار جاتني كريز مجهده بزاف، وهزوني المستعجلات، لقاوني في حاله متاخره. قالوا لي صافي هذه كريز ديال القرن اللي غادي تفرقع، صافي راه خاصك عمليه في الحين. ايوا درت هذيك العمليه وخرجت منها. ايوا منين رجعت للدار جاني اكتئاب، الحماله تعطلات والصحه تهلكت بالدوايات، وفي الاخير بدون نتيجه. والراجل واخا ما مقدرش الحاله النفسيه ديالي كان كيبقى فيا في ديك الوقت. انا كنت نيه، كنت كنقول مع راسي مسكين وهو ما دار والو وما عنده حتى شي ذنب باش يبقى بلا دراري، اش كان له في هادشي كله؟ ما عنده زهر، طاح في مرة مريضة وما كتولدش. جاني احباط ووليت كنشوف راسي بحال كي ولا كيشوفني المجتمع، انا المذنبه وانا اللي فيا المشكل، واخا هو داكشي ديال الله. وبقيت في هذا الاكتئاب مده طويله، ولكن الطموح اللي فيا لداخل ما هنانيش. كيجي واحد العقل كيقول لي مالك، واخا دازت سنين وما جابش الله الولاد وهدرت الناس على هذا الموضوع، راه ما خاصكش تستسلمي. نوضي قراي، خرجي، كوني راسك،
تعلمي شي حاجة، نسي عليك هاد الهموم ونسي عليك كلام الناس. وفعلا طرقت جميع الابواب والو، ما لقيت حتى شي باب مفتوح. علاش؟ حيت ما عنديش نيفو وخرجت من القرايه صغيره. واخا هكداك ما فقدتش الامل، بغيت نحقق ذاتي. حيت داك الجلسه في الدار كتمرض المراه اللي ما عطاهاش الله الولاد. ايوا والراجل كيقمعني، الا غير هضرت كيدور فيا. فوق هادشي سقرام، ما عندك شي متنفس فين غتمشي وتفوجي، ولا تشري شي حاجه زوينه، ولا تفرحي راسك وتنسي الهم. والو. اي حاجه في الدار الا بغيت نشريها ولا بغيت نديرها، خاصني ضروري نبيع شي حاجه من ذهبي. هادشي الا بغيت نحققها. شريت الماكينه الصابون من ذهبي، وصبغه البريريكا من ذهبي، يعني ضروري نبيع باش ندير. وهادشي ما كيعجبوش الحال. الا شريت شي حاجه ما كيبغيش علاش نشريها، كيقول لي راه الضياع ما بغاهش الله. حنا راه ما محتاجينش ماكينه، حنا راه ما محتاجينش نصبغو. ما باغي حتى شي تغير في حياته. انسان سلبي بوحدو اصلا بلا مشاكل كيجيب الكآبه. ايوا بالي من مور داكشي ندخل راسي للخياطه، مني ما لقيتش بيبان القرايه مفتوحين في وجهي. ولكن والو، ما بغاتش تدخلي للراس، واصلا ما لقيتش راسي فيها. شويه اقترحت عليا واحد المراه باش نخدم في واحد المحل ديال الحلاقه كبير ومعروف في مراكش، من اكبر المحلات، باش ندير فيه الميناج. انا وافقت وخدمت ب1800 درهم. ما كانتش كتكفي، حيت كنركب منها وكناكل بيها، ولكن كنت فرحانه بيها. كنت باغا غير نخرج ونخدم ونهرب من داك الجو والناس اللي حاضياني على الولاد، وديك الكآبه اللي عايشاها في الدار، والجو ديال الراجل اللي ديما مغوبش ومعبس وما عجبه حتى شي حاجه. ما كانت كتهمني لا تماره ولا والو. لقيت في ديك الخدمه راحتي النفسيه وخدمت. كنت كنخرج من الدار فرحانه ومهليه في راسي ولابسه احسن لبس، تقولوا غير شي موظفه. بزاف ديال الطاقه الايجابيه اللي كانت عندي واللي جاتني من ديك الخدمه، لقيت كيفاش نعاود نحيي ديك الطاقه من جديد. كنلبس لباس محترم ومحتشم، الحمد لله مهليه في راسي، كنلبس انيقه ونقيه ومن داكشي رفيع. كانوا كيقولوا لي في الخدمه فام دميناج كيليميني، حيت كنت كنجي زعما هكا نقيه ولابسه مزيان وكيوت واللون مع اللون. ايوا المهم كنت خدامه وعجبني الحال، وبقيت صراحه حسيت براسي بحال الا تحررت من هذيك العيشه اللي كنت عايشه فيها. داك التغبيشه وداك السكات القاتل ديالو، تحررت. ضحكه مع البنات، فرحانه في الخدمه، لابسه مزيان، واكله مزيان. واخا الفلوس كانت ما كتكفيش، بحالي ما خداماش على الفلوس. انا خدامه وناشطه وصافي، وناسي هذاك الوضع اللي انا كنت عايشه فيه. ايوا من بعد ما النفسيه ديالي ارتاحت، غتجي واحد الفتره اللي غادي نولي فيها عيانه، ما قداش نتحرك، فاشله. كتشدني واحد الدوخه. حتى وليت كنحس بشي اعراض اللي عمرني عشتهم ولا حسيت بهم من قبل. وهي تقول لي واحد البنت معايا في الخدمه، هي كانت صاحبتي، مالك ديري التيست عندك كي تكوني حامله. قلت لي راه ما تعرفي، انا راه جاني هاد العيا اللي فيك وهاد العصبيه بحال الا راكي حامله. جيت انا وقلت ليها 10 سنين ما حملت، حتى لدابا عاد غادي نحمل. قلت ليها شوفي انا هاد الحاجه هادي راه محيداها من بالي، مركزه في خدمتي وصافي، والعيا راه كيجي مع الوقت، وراه يمكن الخدمه وصافي اللي كتعييني. ايوا بقات عليا وكتاكد عليا حتى درت التيست. درتها غير باش ندير ليها خاطرها وصافي. ايوا ودرت التيست، غير شفت هادوك 2 شرطات صافي ما عرفتش، تخلطوا عليا المشاعر. ما عرفتش كيفاش نوصف لكم هذاك الاحساس وهذوك المشاعر باش حسيت. بقيت كنقول من بعد 10 سنين زعما غادي نولد. جاتني واحد الهستيريا، بديت كنضحك ونبكي وفرحت وبديت نسجد، وليت بحال شي مسطيه. بديت كنبكي وفرحت وكندعي ونقول يا ربي الحمد لله. مشاعر مخلطه وزوينه، والفرحه ما نقدرش نوصف لكم داك الفرحه وداك الاحساس. واخا هكا كنت كنقول مع راسي امالك ما تفرحيش بزاف. كنت قد ما فرحانه، كنت خايفه لم يكونش هذاك الشيء بصح. وبغيت نتاكد وما حسيت حتى خرجت من الخدمه كنجري. مشيت للطبيب ودرت التحاليل. ما قدرتش بالفرحه اللي كانت فيا، ما قدرتش نمشي للدار ونعاود نرجع. بقيت تما حتى خرجوا التحاليل كنتسناهم. ايوا خرجوا التحاليل وخرجوا بوزيتيف،
ما نكرهش كون مشيت في الزنقه وبقى نعنق في عباد الله. وفرحت وبقيت كنقول 10 سنين وانا كنتسنى، 10 سنين وانا كنتسنى، 10 سنين وانا كنتسنى، وربي حن وجاب التيسير ما خليت ما درت. والنهار اللي ما بقيتش كنفكر كاع في هذا الموضوع ربي رزقني. رجعت مشيت شفت الطبيب وقال لي راه خصك الراحه باش يثبت الحمل، يعني راه حساس وراه ما مستقرش مزيان. مشيت للخدمه عاود كنجري، شفت المدير وقلت ليه ودي راه غادي نحبس الخدمه، انا راه هذا هو الحلم ديالي وتحقق، ما نقدرش نغامر. راه 10 سنين وانا كنتسنى، دابا راه ما يمكنليش نبقى خدامه حيت راه الطبيب عطاني الراحه. ايوا صافي ومشيت لداري نرتاح. ومن بعد ما كانت الفرحه ما كافيانيش وقلت صافي كلشي غادي يتحقق، ولكن هذه كانت غير بدايه جديده. الاحداث وتحديات عمري كان كيصحاب لي راسي غادي نطيح فيها. مشيت للدار نرتاح فعلا على حسب تعليمات الطبيب، ولكن راجلي غيفاجئني بالصفر ديالو. قال لي مالك؟ انا غادي نمشي للبلاد عند الوالده نعيد معاها وانتي بقاي حيت قلتي خاصك الراحه. ومشى وبقيت انا نعيد في الدار بوحدي. راجلي كيبان في الظاهر باغي الدراري، ولكن من خلال بحال هاد التصرفات كيبان لي ما مسوقش. 10 سنين وحنا كنتظروا الاطفال. نهار اللي حبلت وقال لي الطبيب ما خاصنيش نتحرك، مشى هو يعيد مع مالين دارو وسمح فيا. مشى وخلاني بوحدي. ايوا ملي بقيت انا بوحدي وجا العيد، جاو الناس يباركوا لي العيد، وطبعا ما كاينش لي يتقدى لي حتى ابسط حاجه، يعني خاص ضروري نوقف. وقفت وتحركت وخرجت نتقدى، وهنا بديت كنحس بشي حاجه كتحرك لي في كرشي وبداني الحريق. ومشيت للطبيب وقال لي راه خسر لي بنادم في كرشي وطاح لي هذاك الحمل. رجعت للدار ومن بعد جاني اكتئاب حاد. هاد المره الاكتئاب اللي جاني ما قدرتش نسيطر عليه، وبقيت كنقول يا سيدي ربي من بعد 10 سنين ديال الانتظار ومن بعد داك الفرحه والشوق باش نكون غيوقع لي هاد الشي. خرجت من الخدمه اللي كنت منسيه بها المعاناه ديالي، حتى لقيت راسي لا خدمه لا حباله لا راجل اللي نحط عليه الراس. تعامل سلبي وغياب في الوقت اللي انا كنت محتاجه ليه. هاد الاكتئاب اللي جاني من بعد ما مشى لي الجنين رجعني وحده اخرى. بديت غير كنخرج ونديع، وليت كنتمشى كيلومترات على رجلي وما كنحس حتى بشي حاجه، بحال الا هربه من الواقع ولا من نفسي ولا من الاكتئاب نيت في حد ذاته. جاتني واحد الحاله ديال العزله والافكار السوداء بدات كتجيني، حتى وليت كنتمنى الموت. وليت كنقول انا الحاجه اللي حطيت فيها يدي ما كتكملش، الموت يمكن حسن لي. ايوا شافتني هكذاك واحد صاحبتي وتشطنات عليا وزعمتني نمشي عند دكتور نفساني ومشيت. ايوا الدكتور غير شافني عرف فيا اكتئاب حاد، اعطاني تريتمون مجهد تبعته وبقيت عاطيها غير للنعاس، ولكن شويه بشويه بدات حالتي كتحسن. وراجلي من هادشي كله كاين وما كاينش. الا كان شي نقير غتسمعيه، اما باش يوقف معاك لا في الاكتئاب ولا اي في حاجه اخرى ما يمكنش. ما وقفش معايا كاع في هاد المحنه. لقيت ناس اللي كنعرفهم ولقيت صحاباتي، بديت كنحاول نعاود نوض ونبدل حياتي. تسجلت في مدرسه ديال التجميل، كنت كندير لي كور اكسيليري باش هكا دغيا نشد الدبلوم ديالي. المهم من بعد سمعت بواحد المحل ومشيت كريتو دغيا، وسبحان الله بحال الا ربي يسر فيه وصافي. هو داك المحل ديجا كان خدام، هو كان خدام مزيان. ايوا يلا خدمت فيه وتبارك الله ولا كيخدمني مزيان. كنت مركزه غير على الكريديات، حاجه ديال درهم ما نشريهاش لراسي ولا لداري. كنخدم ونرد نخدم ونرد. ايوا بدا ربي كيسهل عليا. داز الوقت والحمد لله بدات نفسيتي كتحسن. واخا تماره الوقوف والمرض والعيا كنت كنتفاجا وكنفرح. فوقاش ما رديت فلوس الناس كنتفاجا. الخدمه تبارك الله تمشات مزيان والكريديات رديتهم لما ليهم. ووليت من بعد جبت جوج بنات يعاونوني في المحل، وحتى في داري كنت مقاده وبخير. المهم كنت فرحانه وخدامه ومهليه في راسي ومقابله داري واخا ما كاينش معامن. المهم انا كنت كنفرح راسي وصافي. ايوا بديت كنفكر باش نشري شي برطمان لدوير الزمان. قلت الراجل ما بغى يتبدل وخا لاباس عليه باقي لي للاسف لاصق في هذيك البراكه. انا بديت كنقلب على شي دويره اللي ندير فيها فليسات ونخبعهم لدوير الزمان، ما تعرف شنو يوقع والوقت شنو كتجيب. من بعد لقيت واحد البريطمه وبديت كنقنع راجلي باش يسلفني. دابا منين شاف البرطمه وشاف الخدمه كاينه وشاف الفلوس مضمونين
وشاف حتى البرط ما غادي تكون ديالي وديالو، قال راه نسلفها. سلفني، خديت عنده 8 ديال المليون. ايوا ودرت عاوتاني قرعه، قلت مع راسي دابا راه عندي مشروع وخدام مزيان، اللهم ندير قرعه ونبدا نردها بشويه بشويه، ولا ناخذ سلف والربا وندخل في حرب مع الله. المهم خديت الفلوس اللي سلفني راجلي وزدت عليهم فلوس ديال القرعه وشريت واحد البريطمه، وشحال فرحت بديك الدار. وبقيت كنقول الانسان اللي طموح سبحان الله ربي ما كيضيعوش. شوف شحال جريت ودازو عليا شي حوايج صعيبه بحال افلام، غير من هاد الضربه لهاد الضربه. ودابا الحمد لله المحل خدام ومشي مزيان. ايوا والبرطمه ديالي راني شريتها وخدامه والحمد لله، وحتى النفسيه مرتاحه. ايوا وحده من هذوك البنات اللي انا جبتها للمحل سميتها سميه. ايوا جالسين كنخدموا في المحل انا وسميه، وهي جالسه كتهضر في التليفون مع واحد الراجل في المحل. كتهضر معاه في التليفون. انا شغلها هذاك، حياتها هذيك، انا ما نقدرش ندخل ليها في الخصوصيات ديالها. ولكن مع الكليان جالسين والصالون عامر ما عجبنيش الحال هكا تبقى تخدم وتبدا تهضر في التليفون. قلت ليها شوفي حطي هذاك التليفون حتى تسالي الخدمه ومن بعد هضري وخدي راحتك، ما كاينش اللي غادي يحاسبك. هي داكشي اللي كان وحطاتو. بدا التليفون عاوتاني كيصوني من جديد، داك الراجل بدا كيصوني عليها. قالت لي صافي غير خليه دبر راسو، دابا يصوني حتى هي وغادي يقطع. تنسالي انا ونعيط ليه ماشي مشكل. الشوفه اللي شفت في التليفون وطاحت عيني عليه غادي تبان لي نمرت راجلي اللي كتصوني على البنت في التليفون. وما عاد هذا راجلي اللي كيهضر معاها من الصباح، وانا اللي صحاب لي شي واحد غيخطبها ولا شي حد اللي يلاه كتعرف عليه وكيتعرف عليها، حيت من هضرتهم باينه عاد اللي كتعرف عليه. وفحال اللي شديتي شي حاجه وعطيتيني بها للراس، منين غادي نبدا نرتاح ماديا ويخدمني المشروع ونلقى داري فين نرتاح وترتاح نفسيتي، غادي نولي عاوتاني من بعد نكتشف باللي راجلي كيخدم مع البنت اللي خدامه معايا. كارثه وطاحت لي على راسي. شفت التليفون ديالها كيصوني وفيه نمرة راجلي، وانا نقول في راسي هذا راجلي اللي كيهضر مع البنت من الصباح. ما عرفت اش ندير، واش نسكت ولا نهضر مع البنت. ما نكذبش عليكم دخت، قلت مع راسي لا ما نسوقش الظن. قلت مع راسي واش هاد الضغوطات وهاد المشاكل كامله اللي دزت منهم من بعد غادي نلقاه كيهضر مع البنات. بقات الافكار كتدي فيا وتجيب، وراسي داخ وتلفت وما حسيت حتى لقيت البنات كيفيقوني سخفت. بداو كيسولوني وتخلعوا عليا، مالك شنو كاين، ياك لاباس ياك ما مريضه. شديت البنت انا اللي هضر معاها راجلي وقلت ليها هذاك اللي كتهضري معاه واش كتعرفيه راه راجلي. حتى هي تصدمات، نط هي قالت لي انا هذا الراجل اللي كيهضر معايا راه كان كيهضر معايا غير بالغلط، كان كيسول في شي سميه اخرى وطاح فيا انا تا انا سميه. نط انا قلت ليها كيفاش بالغلط وانتوما من الصباح كتهضروا كتعاودوا، واش بغيتي تخبي عليا غير قولي لي الحقيقه. قالت لي لا راه كان باغي وحده اخرى وحتى هي سميتها سميه وطاح بالغلط فيا انا وحتى انا سميتي سميه، راه هادشي اللي كاين. ايوا صافي من بعد صافي بقينا كنهضروا، بقينا كنتعاودوا كنتعارفوا. كيفاش حتى عرفتيه راجلك؟ قلت ليها انا عرفتو من النمره. وبقيت كنقول مع راسي فعلا انا كنعرف جوج ديال البنات سميتهم سميه، هاد البنت اللي خدامه معايا في الصالون وواحد صاحبتي اخرى سميتها سميه. واش زعما كان باغي يهضر مع صاحبتي وصدق طايح في البنت اللي خدامه معايا في الصالون؟ وبديت كنفكر وانا نكتشف باللي راجلي معجب بصاحبتي، وكان كيدخل تليفوني باش يقلب على نمرتها. غير هو قلب على السميه، خدا سميه ولكن صدق طاح في سميه اللي في الصالون. ما فراسوش باللي راه عندي جوج ديال سميه في التليفون. قلت لهذيك البنت اللي خدامه معايا صافي راه عاد فهمت، ولكن بغيت نكشف اش بغى راجلي من صاحبتي وعلاش غادي يقلب على نمرتها في تليفوني. وانا نقول للبنت اللي خدامه معايا هذيك سميه نيت، واش تقدري تعاونيني باش نعرف شنو بغى من صاحبتي؟ قالت لي مرحبا. ناضت عيطات له وقالت ليه باللي راه عطات نمرته لهذيك سميه اللي كيقلب عليها. قالت له راني كنعرفها وراها غادا تعيط لك. ناض هو قال ليها صافي شكرا. ايوا نضنا يا لاله وخدينا نمره جديده. عيطنا له ودرت مكبر الصوت في التليفون وكنسمعوا انا وياها شنو غادي يقول. قالت ليه الو سي سعيد.
قال ليها هلا لا، شكون معايا؟ قالت ليه راه واحد البنت خدامه مع ملاك، هي اللي عطاتني النمره ديالك وقالت لي بلي راك كتسول فيا، ياك لاباس؟ قالها بصراحه مش حال هادي وانا باغي نهضر معاك، غير مازال ما لقيتش الفرصه، ودابا انا راه معجب بك بزاف، ما تصوريش شحال كتعجبيني، راه غير ما كانش عندي نمرتك وصافي، اما راه شحال هادي وانا حاطه عليك العين وراني باغيك. ايوا انا كنسمع وكنتسنى شنو غادي يزيد يخرج منه مازال. صافي كملات هي الهضره معاه، وخديت انا النمره اللي كنا خدينا باش هضرت معاه، قلت ليها صافي شكرا، قلت ليها سمحي لي بزاف ونسي عليك هادشي، وانا غادي نمشي نتفاهم معاه. مشيت للدار وانا كنفكر في الطريق كيفاش كان كيسولني على صاحبتي سمية، كيفاش دوزنا النهار، واش كانت معايا واش كانت بوحدها شنو دارت. انا كنت كنقول ياه راجلي كيسول فيا شنو دارت كاع هذا اهتمام، نقول هو كاع ما كان مسوق ليا، نهار هدر وسول واهتم قول راه كيسول على سمية ماشي عليا، وكان باغي يعرف اخبارها. وصلت للدار وواجهته بهداك الشيء كله، وفي نظركم اش غادي يدير؟ بدا كيبكي وكيرغب، ولكن انا ما بقيتش مازال باغا نبقى معاه. بديت كنقول هذا الراجل شافني كنتقطع على الفلوس عمرو ما عاوني، الدار مسكني في بلاصه تحشمي حتى تستقبلي فيها الناس، والديا ما خلاو ما داروا معاه، كانوا يعاونوني كاع بالفلوس باش نمشي نرهن ولا نكري ونمشي نستقر في شي بلاصه اللي حسن من هذه اللي هو فيها. ومع ذلك مشيت وشفت الدار وما بغاش يسكن معايا، وصافي وعاودت رجعت طلقتها. ما عرفتش شنو غادي ندير معاه، خدمت بالنهار وبالليل باش نهز عليه مصاريفي، بس ما كيبغي يعطيني حتى شي درهم، وانا اللي كان كيبقى فيا وتنقول مسكين محروم من الاولاد. هذا الانسان السلبي اللي ما خليت ما درت معاه باش يتغير حتى اقتنعت بلي راه هو هكا داير، غادي نعيش بحال هكذا وخصني نتقبلو كما هو. غادي يدوز الوقت وعاد غادي نكتشف بلي الراجل راه كيعرف يهدر وكيعرف يشوف، ولكن عينو كيهزها في اللي ما عندوش في الدار، اما اللي عنده راه عنده وراه ضمنها. عاد فهمت كيفاش كيفكر، صافي تصدمت فيه، ومن بعد بديت كنفكر في الطلاق، وكانوا هادو دوافع كامله باش نطلب الطلاق، ولكن ما بغاش وتعكس لي. بقيت هكاك معاه في الاعصاب والفقصه باش نطلقوا حتى مرضت وتدهورات صحتي، وغادي نكتشف بلي عاوتاني راني حامله. هاد الحباله جلستني في الارض، جلست وبديت كنفكر، قلت خاصني نعاود التفكير في الطلاق، وقررت عاوتاني باش نعطي راجلي فرصه اخرى. قلت مع راسي كيف ما كان الحال هو ما دار والو وما هدرش اصلا مع صاحبتي، هدر معايا ومع البنت. بديت كنقنع راسي وتنقول العيالات الاخرين كيحصلوا رجالهم دايرين فضائح كبيره ومن بعد كيسمحوا لهم او كيتنازلوا على الخيانه، ولا ربما هاد الحمل اشاره باش نكمل معاه. وبقيت كنقول ربما خصو الدراري باش تكون عنده اسره ويعاود يرد البال لدارو. مهم هكا وسمحت ليه. وهاد المره منين عرفت راسي حامله جلست الارض وما بقيتش كنتحرك، باش ما يعاودش يوقع لي اجهاض هاد المره هادي الله يستر. وواحد النهار صيفط راجلي لاختي اوديو ناض قال ليها بغيت نقول لك شي حاجه وخايف لا تقوليها لاختك. ايوا اختي تخلعات عليا، معاهما عارفين عيانه ومريضه، قالوا ياك ما طاريه ليها شي حاجه. قالت ليه لا غير قولوا هدر ما تخافش. ايوا السيد ناض قال ليها راكي كتعجبيني بزاف. ايوا بدا عليها بشي كلام ما هو كلام، وهي تصيفط لي اختي هذاك الاوديو، وبقيت غير مصدومه فيه. بقى فيا الحال طبعا، وما حسيت براسي حتى دابزت معاه، واخا حامله ومريضه هزيت راسي ومشيت بحالي لهاديك البرطمه اللي شريت، جلست فيها بوحدي. طلع لي في الراس ما بقيتش حامله نشوف كمارته، صافي نفسيتي ما بقاتش قادره تحمل هادشي كله. وبدا كيجي يحذرني في الدار، كل مره كيجي يحذرني ويبكي ويعاود، وبدا يقول لي رجعي لدارك، امالك راني باغيك، ونهلي الشيطان والغلط كيوقع، راني غير غلط والشيطان لعب بيا. المهم على حسب داكشي اللي فكرشي انا نعلت الشيطان وبديت كنهضر معاه، ولكن ما رجعتش لداري، بقيت جالسه في البرطمان اللي كنت قلت لكم خديت. قلت ليه انا نفسيتي عيانه خليني نرتاح هنا. ايوا صافي بدا مره كيجي يطلع ليا، وبقيت تما في الدار كنرتاح بوحدي. بالحق الهضره ديالو مع اختي ما تسرطاتليش، كنقول واش حتى لهاد الدرجه، واش هذا الراجل اي وحده شافها كتعجبو ولا كيفاش؟ سولت اختي قلت ليها واش باقي كيهضر معاها، ايوا قالت لي لا، ولكن مازال بغيت نعرف اشنو تحت راسو مزيان.
وعلاش اختار اختي بالضبط، وعلاش العيالات اللي دايرين بيا هما اللي كيبانوا له. دخلني الشك فيه، وخديت عاوتاني نمرة جديدة وبديت كنهضر معاه منها. كنهضر معاه على اساس انني اختي، وتطلق له اللسان وبدا كيهضر معايا، وفي نفس الوقت كيهضر معايا على اساس انا ملاك، وكيهضر معايا على اساس انا اختي. يعني حسب راسو مطور، وقال صافي انا كنهضر معاهم بجوج، ومرتي ما عارفانيش كنهضر مع اختها، واخا هو راه في الاصل كيهضر مع نفس الشخص، ولكن كان فرحان براسو. سحب لي راه صافي قولبني. صح هادشي كان كيلعب لي على اعصابي، ونفسيتي زادت طاحت في الارض بهاد التصرفات ديالو. ومني كيزيد يهضر معايا كيزيد يدمرني. عيط لي ولقاني عيانه ما قداش نوقف. ناض قال لي واش بغيتي شي حاجه؟ قلت ليه انا جيب لي غير ما ناكل. ايوا هو يصيفط ميساج في النمره الاخرى اللي صحاب له ديال اختي سميتها سعاد. قال ليها ها انت يا سعاد، ها مالك عيطات لي وطلبات لي العشاء، صافي تقطعوا ليها الحبال. هاد المراه تسالات، اختك ما بقاش عندها الجهد، راه ولات كترغبني باش نشري لها ما تاكل. انت اللي كنتي كتقولي لي حدي راسك وما خصكش تغلط معاها، راه مالك ما غتعاودش تسمح ليك. ها هي مالك ما بقى عندها جهد وتسالات، وهذا هو الدليل. راه واخا ندير لها اللي درت ما تقدرش تستغنى عليا. ايوا هادشي انا وصلني وسكت عليه. جا للدار وجاب هذاك العشاء. ايوا وانا نطلاقه قلت ليه الله ينعل ما يحشم. قال لي علاش؟ قلت ليه راه هادشي اللي جبتي لي بز منك تجيبو، ياك ما باغيش تطلقني. ايوا انا راني مرتك وبالسيف عليك تصرف عليا، توكلني وتشربني وتلبسني، وهادشي اللي فكرشي ولدك ولا بنتك، انت اللي خصك تقابلني. وعاد راك ما داير والو، وإلا كنت عيانه انت سبابي. وبدا غير كيشوف ما عرف باش تبلى، وبقى كيقول لي علاش كتقولي لي هادشي، وانا نشرح ليه كل شيء. ايوا بدا عاوتاني كيبكي ويرغب ويزاوق، وانا الدقه جاتني قاصحه هاد المره، وطاح لي عاوتاني هذاك الشيء اللي فكرتي. وقعوا لي مشاكل اخرين، وحبلت وعاوتاني طيحت، وعاود حبلت وعاود طاح لي. وحصلت مع راجل ما باغي يطلق، ما باغي يدخل سوق راسو ويتهنى. ومنين كنتشكى الوالديه كيقولوا لي حنا ما نجريوش في الطلاق، صبري وصافي، راه بغى الولاد وعنده الحق. ومنين كنعاود على الخيانه كيقولوا لي وصبري، العيالات كلهم هكذاك ما عندك ما ديري. وبقيت في هاد المعاناه معاه، مره شد ليا مره نقطع عليك، كل مره نقول يهديه الله، ولكن هو اللي ما باغيش يتهدى. ملي كنعيا منه كنمشي عاوتاني لديك الدار، ومن بعد كنرجع حيت ما باغيش يطلق. وليت كندخل في حالات اكتئاب ونخرج منها وندخل في وحده اخرى ونعاود نخرج. باغي الولاد ولكن ما باغيش يحمد الله ويجلس للارض. انا هذا الراجل ما بغاش يتفهم لي، طمع في اختي، طمع في صاحبتي، طمع في البنات اللي خدامين معايا. اي وحده شافها في الزنقه ديالو اللي ما شافهاش عنده فيها النص. حتى من بنت عمي وبنت ليه فيها، ولا كيهضر مع الناس ومع البنات ديال العائله. اي وحده بانت له كيهضر معاها. واش هو كان هكا وانني ما كنتش ملاحظه، ولا حيت شافني مريضه وعييت وما بقيتش قاده بدا كيستغل الفرص، ولا كياخذ راحته وما بقاش كيخبع. فضحني مع الناس والفقصه والاعصاب، والطلاق ما بغاش يطلق. وهي طيح عليا واحد الفكره، قلت مع راسي بما انه ساهل يهضر مع البنات ودغيا كيطيح في الشبكه، قلت اجي نتفق انا مع شي وحده ونديروا ليه خطه ونجيب عليه الادله والحجج باش من بعد هو يطلقني. نيت غناخذ الحجه ديال الخيانه الزوجيه ونطلق. ايوا صافي هي هذيك، واتفقت مع صاحبتي وغادي تشوفوا المفاجاه اللي غادي توقع لي. المهم عيطات له وهضرات معاه شويه، وهي تقول لي انا راه ما عجبنيش هذا الشيء، وصافي انا راه ما قداش نجمع لك شي ادله، صافي غير شوفي لك شي وحده اخرى وصافي. انا ما ديت ما جبت، قلت صافي. ساعه هي راه تفاهمات معاه وعجبها وبانت لها فيه. ايوا هي هذيك ودارت معاه علاقه في ظهري، ومن بعد جاني خبارهم. ايوا تما تصدمت في صاحبتي كيما تصدمت في راجلي. عييت ما نفكر، وهاد المره غادي يكون اجهاض للمره الثامنه. 18 عام ديال الزواج وراجلي غير ما كيزيد. والديا ما بغاوليش الطلاق، ولكن انا نفسيتي عيات، وليت عايشه غير بالمهدئات. اللي داز عليا ماشي سهل،
وماشي قليل، وكنحس بحياتي ضاعت. انا عارفه راسي غادي نخرج من هذا المستشفى وغادي نرجع للدار وغادي نعيش الدمار النفسي معاه، حيت سمحت في كل شيء، حتى الخدمه سمحت فيها. صافي سديت الصالون وجلست في الدار، لان الناس لاموني من بعد المشاكل اللي كانوا وقعوا لي معاه. قالوا لي بلي انا قابلت الخدمه وسمحت في داري، هذاك الشيء علاش راجلك عاطيها للعيالات. ولكن اللي ما عارفينش هو انني ما خرجت نخدم حتى يأست منه، من السلبيه ديالو، ويأست من التقريم ديالو، وكنت واخا هكاك مهليه في راسي وفيه، وما مخلياش من جهدي. وكيف ما كان الحال انا خدمتي كانت حره، يعني نقدر نخدم فوق ما بغيت ونسد فوق ما بغيت. ولكن المجتمع ديالنا ديما كيلوم المرأة، وانا استسلمت لهذا اللوم. وهنا جلست في الدار نشوف هذا الراجل شنو غيبقى له دابا ما يقول، شنو غيبقى حتى الناس ما يقولوا. هادشي علاش قررت نكتب قصتي في هذه القناة. هذه هي الفكرة اللي جاتني، كنتمنى تعطيوني آراءكم وتكتبوها لي في التعاليق، حيت غادي نقراها كاملة. كنتمنى تجاوبوني. شكرا لكم بزاف على حسن الاستماع، وخليتكم على خير.